كثيرا ما نعجب بأصحاب المواهب الفذة وننظر إليهم كأنهم خلقوا من نور. نتصور أن النجاح حليفهم الأول، وأن المستقبل مفروش أمامهم بالورود، لا يحتاجون إلى بذل جهد ولا إلى عناء طريق. غير أن الواقع يعيد ترتيب هذه الصورة بطريقة مختلفة تماما، ليخبرنا في كل مشهد وتجربة أن الموهبة وحدها لا تكفي، والحظ وحده لا يصنع مجدا، وأن من يكتب له المستقبل الحقيقي هو من تمسك بالاستمرار، من وقف في وجه الصعاب، من لم يغب عن الساحة وإن تعثر، من واصل الحضور ولو كان مثقلا بالتعب، محاطا بالخذلان، فاقدا للدعم. نعم، إن المستقبل لا يمنح للأكثر موهبة، ولا يهدى للأوفر حظا، بل يمنح لمن استمر، لمن آمن أن الثبات على الطريق هو أعظم أبواب الوصول، وأن الجهد لا يذهب هباء حتى وإن طال زمن الحصاد. النجاح لا يحدث فجأة، بل هو حصيلة أيام طويلة من المثابرة والعمل بصمت والظهور المستمر حتى في أسوأ الظروف. إن الاستمرارية تعني أن تكمل الطريق حتى وإن بدا فارغا من النتائج، أن تؤمن بأن كل خطوة تضاف إلى رصيدك حتى وإن لم تر أثرها فورا. إن كثيرا من العظماء لم يكونوا الأذكى ولا الأكثر موهبة، لكنهم كانوا الأكثر صبرا، والأقدر على الوقوف بعد السقوط، والأصدق مع أنفسهم في متابعة الهدف حتى النهاية. فلنأخذ مثالا بسيطا من عالم الرياضة أو الفن أو ريادة الأعمال. ستجد أن أسماء كثيرة لم تولد وفي أفواهها ملعقة من ذهب، بل كانوا أفرادا عاديين لديهم حلم ولديهم إصرار، قاوموا الفشل وتحملوا نظرات التقليل وواصلوا الظهور. السر لم يكن عبقرية خارقة، بل التزام لا يتزعزع، الظهور رغم الألم، شجاعة حقيقية، أن تستمر حين تكون الأمور سهلة، هذا أمر طبيعي. أما أن تجبر نفسك على الظهور حين يكون كل شيء فيك منهكا، فتلك هي البطولة. في كثير من اللحظات نرغب في الغياب، نشعر أن لا فائدة من المحاولة، وأن العالم لن يلاحظ وجودنا. لكن في تلك اللحظة بالذات، إن استجمعت قوتك وحضرت، فإنك تبني شيئا لا يرى بالعين، لكن أثره عظيم. أنت تراكم رصيدك المعنوي، تبرمج عقلك على الصمود، وتعلم ذاتك أن العطاء لا يجب أن يكون مشروطا بالنتائج الفورية. إن من يستمر في السعي رغم الألم، من يختار أن لا يتوقف، هو من يصنع الفارق الحقيقي ويكسب في النهاية. نعم، سيكون الطريق شاقا وربما موحشا، لكن كل لحظة استمرارية هي بمثابة لبنة في جدار إنجازك الذي يبنى بصبر. قد لا ترى نتيجة جهدك في الأسبوع القادم ولا حتى في الشهر القادم، لكن تأكد أن لكل لحظة عمل مردودها. الجهد الصادق لا يخلف وعده، هو استثمار مضمون لا يخون ولا يضيع صاحبه. وكل من بلغ القمم يعلم أن ما وصله لم يكن من فراغ، بل بفضل كل يوم استمر فيه في العمل، عندما كان الآخرون يتوقفون ويشكون وينسحبون. العالم لا يكافئ من ينتظر التوقيت المثالي، بل يكافئ من يبدأ ويواصل ويتواجد في كل وقت، في كل لحظة. النجاح يمنح لمن لا يخذل نفسه، لمن لا يستسلم لفترات الركود ولا ينسحب عند أول عثرة. التواضع مع الذات واحترام الرحلة. أحد أهم مفاتيح الاستمرارية هو أن نكون متواضعين مع أنفسنا. لا نطلب الكمال ولا ننتظر أن نكون دائما في أفضل حالاتنا، يكفي أن نحضر، أن نفعل ما بوسعنا اليوم ونترك الغد للغد. عندما تحترم الجهد اليومي الصغير وتثق أنه جزء من لوحة أكبر، فإنك تفتح لنفسك الباب للنجاح الحقيقي. إن احترامك لمسيرتك وعدم التقليل من خطواتك البسيطة هو ما يجعل الاستمرارية ممكنة. لا تستهين بأي جهد مهما بدا متواضعا، فالقمة تبدأ من أول حجر، والنهر العظيم بدأ من قطرة صغيرة. كيف تدرب نفسك على الاستمرارية؟ حدد هدفك الحقيقي، لا تكن مشتتا، اعرف ما الذي تريده حقا ولماذا تريده. عندما يكون لديك سبب قوي، ستكون أكثر استعدادا للاستمرار. اجعل العمل عادة بدلا من انتظار الإلهام. عود نفسك على العمل اليومي، لا تعتمد على المزاج بل على النظام. كافئ نفسك على التقدم، لاحظ إنجازاتك الصغيرة واحتفل بها حتى تستمد منها طاقة للمواصلة. تقبل التعثر كجزء من الطريق،
لا تجعل الفشل سببا للتوقف بل محطة للتعلم. ابتعد عن المقارنات، لا تقارن بدايتك بمنتصف الآخرين. كل شخص له رحلته الخاصة. تذكر، لا أحد يراك ثم ينسى. العالم قد لا يصفق لك الآن، لكنه لا ينسى من ظل حاضرا. لا تنتظر المثالية، لا تؤجل العمل لحين اكتمال الظروف، لا تنسحب عندما تشعر أنك متعب. فقط كن حاضرا، استمر. حتى وإن شعرت أن لا أحد يلاحظك، ثق أن الحياة تسجل كل جهد وكل نية وكل وقفة شجاعة في وجه التعب. الاستمرارية ليست مجرد حركة، بل موقف، روح، فلسفة حياة. ومن فهم هذه الحقيقة لن يسقط بسهولة، لأنه يعلم أن الطريق لا يقاس بالمراحل، بل بالخطوات الصغيرة التي لم يتوقف عن اتخاذها مهما اشتدت الظروف. في النهاية، الجهد لا يخذلك أبدا، والاستمرار سر كل نجاح حقيقي.